كيفاش دزت من هنا لهنا؟ اكيد بغيتي تصلحي دارك وتفرشي وتبدلي الديكور، ولكن خايفه تندمي او طيحي في مشاكل لان الميزانيه عندك محدوده. اشنو الاخطاء اللي لازم تتفاديها باش يدوز كل شيء بسلاسه وبدون مجهود كبير ولا خسائر؟ بقاي معايا في فيديو ديال اليوم، غادي نعطيك خلاصه تجربتي الشخصيه، وشنو استفدت منها وشنو هي الاخطاء الخطيره اللي طحت فيها ومنها اللي داني المستعجلات. كل النصائح والمعلومات اللي لازم تعرفيها قبل ما تبداي الاصلاحات والاثاث الجديد. معك حنان ومرحبا بك في القناه هابي لايف ويز حنان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الصالون ديالي قبل. شفتوا معايا ملي كان مفرش، وهنايا كنا خويناه صافي باش غادي نبداو ان شاء الله الاصلاحات. فاول حاجه غادي نبدا معكم بها، فاش تنويو ان شاء الله باذن الله تصلحوا داركم، اكيد اول حاجه غادي تفكروا فيها هي تاخذوا رخصه، سيرتو الا كان عندكم شي حاجه غادي تريبوها. بحال دابا انا كان عندي واحد جوج ديال الحيوط هنا، الا لاحظتوا معايا راه كانوا في الصوره اللي قبل. دوك الحيوط الصغار اللي تيكونوا في الصالونات فانا ريبتهم حيدتهم، بالاضافه للخدمه ديال التريسيان وديال القباص، فاذا كان ضروري انه ناخذوا رخصه. فالحمد لله الامور دازت مزيان. هاد النقطه هذه ضروري خصكم تاخذوها بعين الاعتبار، لانه انا شخصيا ما كنتش عارفه صراحه. كان كيسحب لي انه الرخصه ضروري ناخذها الا كنا بغينا نزيدوا شي حاجه في الدار، في البني، في الفوق، في السطح، اولا شي حاجه على برا اللي كتغير الشكل الخارجي للدار. فلا، حتى الا كان عندكم غير حفير بسيط، بحال مثلا غدوزو غير خيوطه ديال التريسيان ديال الضو ديال الضو، مثلا غتصايبوا شي بريزات ولا شي حاجه، ضروري تاخذوا رخصه فباش تبعدوا من المشاكل. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه، كنصحكم وبشده الا كان عندكم اصلاحات كثيره وسيرتو فيها الصباغه، القابس، الحفير، الترياب، مثلا رخام او لزليج، المهم شي حاجه اللي فيها الغبره بزاف ولا هذا، احسن حاجه تكونوا خاويين الدار، ما تكونوش في الدار. لانه شي حاجه اللي صعيبه بزاف، راه ما تخيلوش شحال صعيبه تكونوا كتصلحوا نتوما في الدار. انا وقع لي مشكل اللي خلاني مشيت للورجونس. عندي حساسيه شديده، التحولات من بعد للاسف للربو. فكان ديك الايام كان شويه البرد، الحال بارد. كنت ضروري كنخلي الشراج مهويين ديال البيوت اللي ما كتكونش فيهم الخدمه وسادينهم علينا، ولكن ضربني البرد. فالمهم ضربني البرد، مرضت، بالاضافه لديك الغبره والريحه ديال الاصلاحات وديك الغبره اللي طالعه في الدار بزاف، فوقع لي توقف التنفس تقريبا. فكانت حاله خطيره صراحه اللي مشيت على اثرها حتى للورجونس. الحمد لله انا دازت على خير وبخير. كذلك الامر حتى وليداتي بطبيعه الحال غيكونوا تاثروا، ماشي بنفس الشده اللي وقع لي انا. فمن هنا كنصحكم انكم ما تكونوش في الدار في وقت الاصلاحات. الحمد لله انه من بعد انا كملت يعني الاصلاحات وانا عند ماما خويت الدار، حتى ارتحيت وحتى خديت التريتمون ديالي وارتحيت الحمد لله. المهم هذا كان اكبر غلطه اللي ارتكبتها انا، كنصحكم انكم ما ديروهاش. واصلا الاصلاحات وانتم ساكنين في الدار راه صعيبه بزاف، يعني الا قدرتوا تفاداوها يكون احسن، او لا الا كان عندكم البديل يعني عندكم فين تجلسوا بيد ما يساليو الاصلاحات. وحاجه اخرى مهمه ومهمه جدا، قبل ما تبداو الاصلاحات تكونوا حددتوا الميزانيه اللي غادي تصلحوا بها، وحددتوا اشنو بالضبط اللي بغيتوا تصلحوه. لانه راه ديما كنوقعوا في هذه الاخطاء اللي كتكوني مثلا دايره واحد الحساب وفي الاخر كيخرج لك حساب اخر، وكيخرجوا لك حوايج اخرين من الجنب. بالاضافه ان الانسان هكا في وقت الاصلاحات بحال اللي كيتحمس كيقول وانا كنصلح اجي ندير هادي، اجي نزيد هادي، اجي نموديفي هنا، فكيوليو يعني مصاريف اخرى زايده. فبالتالي كتخرجوا على الميزانيه، وهاد الاخطاء طحنا فيها فعلا. فنصيحه، حاولوا تحددوا داكشي بالورقه والستيلو، ويعني بالميزانيه اكزاكت اللي عندكم، وضروري تكونوا دايرين بزايد، ضروري تكوني دايره حسابك بالزايد. ما تقوليش عندي مثلا مثلا هاد الحاجه بسيطه غادي نحتاج فيها مثلا غير 10000 درهم او 20000 درهم، لا ديما زيدي، ديما يكون عندك واحد المبلغ زايد باش ما طيحيش اون بان وتصدقي ما مكملاش الاصلاحات ديالك وغادي تروني وغادي تعصبي، وهذا الشيء كله ما عندنا ما نديرو به. فمن الاحسن الواحد من الاول حتى يكون جاهز 100%. حاجه اخرى، تكوني محدده تماما من غير الميزانيه، غتكوني محدده تماما شنو بغيتي ديري،
ودايره واحد المخطط انت والزوج ديالك باتفاق يعني، وتكونوا عارفين مزيان بالضبط شنو بغيتوا ديروا باش كتبداو الاصلاحات ديالكم بالتدريج، وكتعرفوا شنو غادي باش غتبداو وفين غادي تساليو، فهمتوني؟ يعني كتحددي كل شيء وكل حاجه، يعني بحال اللي كتقسمي ديك المراحل كلها ديال الاصلاحات، كتقسميها هكا المراحل واضحه، كل مرحله كتسميها وكتعطيها ميزانيه ديالها وكتتفاهموا مع المعلم ديالها. يعني عاوتاني نصيحه اخرى، تشوفي المعلم وتسولوا عليه قبل ما تفاهموا معاه وتعطيوه الخدمه، ضروري ومؤكد تسولوا على المعلميه، خصهم يكونوا محترفين معلمين والناس كيشكروهم وعندهم سمعه جيده، وبهذه الطريقه غادي تفادوا بزاف المشاكل وسوء التفاهم اللي كيوقع. فمن الاحسن مثلا اما غادي تسولوا مثلا الناس اللي معروفين في المدينه ديالكم او لا في المحيط ديالكم، يعني في الحي ديالكم، غادي يعطيوكم يعني غادي ينصحوكم بشي حد يعطيوكم الرقم ديالو، او لا مثلا تمشيو لاقرب دروغري اللي هو معروف والناس كيتقداو من عنده بزاف ويعني معروف والسمعه ديالو معروفه، غادي تمشيو وغادي تسولوه، هو كيعطيكم الارقام وكينصحكم بشكون المعلم المزيان اللي كيخدم للناس بزاف في هذيك المنطقه اللي نتوما فيها مثلا. المهم نتوما غادي تشوفوا بطريقه المناسبه لكم كيفاش تقدروا تلقاو المعلم المناسب اللي هو احترافي وخدمته مزيانه وخدمته كتهضر عليه. وإلا لقيتوه ضروري كتفاهموا معاه على كل شيء من الاول. واحسن حاجه تشوفوا لي شونتيون ديال الخدمه ديالو، بحال دابا حنا الصباغ مثلا راه كنا ديجا شفنا الخدمه ديالو في واحد البارطمان اللي هي قريبه لينا شويه هنا، يعني شفنا الخدمه ديالو كيفاش دايره. كتفقوا معاه على الثمن من الاول. غير كيجي عندكم للدار كتوريو شنو بغيتو تخدموه، هنا كيشوف كل شيء، كيحسب هو وكيعطي الثمن ديالو، وانتم كتفاصلوا معاه وكتهضروا على راسكم يعني باش تتفقوا على ثمن اللي كيناسب الطرفين. ونجيو دابا للسلعه. ضروري اي معلم غادي يخدم لكم، سواء كان صباغ ولا تريسيان ولا المهم اي معلم غادي يخدم لكم، بالنسبه للسلعه راه كتمشيو معاه، من الاحسن تمشيو معاه باش يتقداها لكم، وانتم كتختاروا داكشي على حساب اللي بغيتو. مثلا تريسيان راه ضروري دوك لانغاسات وداكشي راه كتمشيو تختاروهم نتوما راسكم على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب الميزانيه ديالكم. وكذلك الاضاءات ولي سبوت الا كان شي بولات ولا هذا، المهم هادشي هذا، وهو راه كيكون عارف السلعه اللي غادي يحتاج الداخليه، يعني داكشي اللي كيدوز مثلا في وسط الحيط وهذا، راه داكشي كيكون هو عارفه اكزاكتومون. اذا ضروري ما تعطيوش وتخليوه منه راسو يمشي يتقدى لكم اللي بغى ويجي يحسب عليكم في الاخر اللي بغى. من الاحسن تمشيو معاه كتختاروا كاليتي مزيانه وكتختاروا نتوما اشنو بغيتو بالضبط. فهاد النقطه ضروري تردوا ليها البال. وما تنساوش الفواتير ضروري تحافظوا عليها من البدايه. فاتوره اللي كتشريو بها اي سلعه، سواء ديال مثلا القباص، ديال التريسيان، ديال الصباغ، كلهم دوك الفواتير اللي كتمشيو تقداو بها خليوها عندكم، ما تلوحوهاش، ضروري تبقى عندكم. ومن الاحسن الدروغري اللي كتعاملوا معاه تفاهموا معاه من الاول، باش انه اي سلعه مثلا شاطت لكم بقات مسدوده ممكن انكم تردوها ليه وكيرد لكم الفلوس، من باب انكم تقتصدوا شويه وما تضيعوش. يعني مثلا خديتوا شي حاجه زايده في الصباغه وبقات لكم واحد السطله ديال الصباغه ما تقاستش، فعلاش غادي تضيعوا فيها وتبقى محطوطه عندكم هي كتضيع، ما غادي يستافد منها حتى شي حد وانتم ضعتوا في فلوسها. فمن الاحسن تكونوا اتفقتوا مع الدروغري من الاول السلعه اللي غادي تشيط لكم تردوها ليه، وبالتالي كيخصم لكم الثمن ديالها. نرجعوا للتخطيط. كما قلت لكم من قبل، من الاول تكونوا مخططين ودارسين بالضبط اشنو بغيتوا ديروا. فمثلا انا فاش كنت كان يعني قبل كاع ما نبدا نصلح راه ديجا كنت دايره مخطط وعارفه راسي مزيان شنو بغيت. بالنسبه للاضاءه فين غادي تكون، شحال ديال لي سبوت، كي دايره نوع د الاضاءه اللي بغيت، فين غادي ندوز مثلا الضوء، دوك لانغاسات، فين غادي ندوز البريزات ديال الضوء، داكشي كله كنت مخططه ليه. حتى على حساب الجلسات، هاد الجلسه كيفاش غادي تكون هنايا، شكون اللي غادي يكون كبر، هاد الجلسه هاد الصالون اولا هاد الصالون. فالاحتياجات ديالي كلها ديجا فكرت فيها بشهور قبل. فايته انا دايره يعني بلان راسمه بيدي، وبلان اخر كنت درتو 3 دي هكا باستعمال واحد لابليكاسيون اللي كتعاون بزاف وكتعرفي بالضبط، يعني كيبان لك داكشي هكا بالضبط اللي بغيتي، كتموديفي كيف ما بغيتي من بعد. الا كنتو مهتمين نقدر نشاركها معكم في لا بار دانفو ان شاء الله.
فكيف ما قلت لكم التخطيط راه شي حاجه اللي ضروريه، سواء بالورقه وستيلو كترسمي مثلا مخطط غير بيديك، او لا كتستعملي كيف ما قلت لك برنامج او لا ابليكاسيون. المهم باي طريقه خاصك ضروري تكون عندك رؤيه واضحه اشنو بغيتي بالضبط، وفين بغيتي توصلي، باش كتمشي داكشي بالتدريج، ما كتكونيش غاديه غير هكاك عشوائيه، باش الامور كلها كتكون واضحه. وحتى اي معلم دخل عندك للدار انت كتكوني عارفه شنو غادي تشرحي ليه، عارفه شنو بغيتي، كتفهمي معاه من الاول قبل ما يقيس الخدمه. ومساله اخرى مهمه ما نحتاجش نوصيكم عليها اللي هي المراقبه. يعني اثناء الخدمه ديال المعلمين ضروري خص يكون معاهم اللي مراقبهم، سواء الزوج ديالك او لا الا كان زوجك يعني خدام، يكون شي واحد اخر من شي فرد من افراد الاسره معاك، باش مره كتشوفي الخدمه فين وصلت. الا بان لك شي خطا كتعتقيه قبل ما يعني قبل ما يسالي يعاود يصحح لك داك الخطا، لي موديفيكاسيون. المهم داكشي كله كانت عندك شي ملاحظه كتقوليها للمعلم ديك الساعه. فهذه حتى هي مساله مهمه، ما تسكتيش وما تحشميش الا بان لك شي حاجه، لانها خصها تصلح ديك الساعه قبل ما يفوت الفوت. وتردي البال لا تنسي شي حاجه قبل ما تسالي الاصلاحات. بحال مثلا انا واخا كنت دايره تخطيط مسبق وداكشي، ولكن الغالب الله ضروري كنساو شي حاجات. بحال مثلا لا كليم نسيت ما خليتش ليها بلاصتها، لانستالاسيون ديالها هنا في الصالون. صراحه ما كنتش معوله انني نديرها دابا حاليا، ولكن الفكره كاينه، يعني ممكن نديرها من هنا لقدام. فنسيت ما ما خليناش ليها بلاصتها، معليش. داكشي علاش انا هنا في هذا الفيديو كنحاول انني نرد لك البال لبزاف ديال الامور. يعني من الاول عارفي راسك شنو بغيتي ديري مستقبلا، باش اي حاجه ديري بحسابها، لان الاصلاح ما يمكنش نبقاو نعاودوه كل شويه. الصباغه ما يمكنش تعاوديها كل مره، سيرتو الا كانت الصباغه شويه مكلفه. المهم، ونجيو دابا للاختيارات د الالوان، مثلا الصباغه او الشكل اللي غادي ديري فيه، مثلا الفو بلافون اللي هو القبص. هادشي كله خص يكون عندك درايه على اشنو اللي دارج على الموضه حاليا. تكوني ديجا شفتي فيديوهات، ديجا شفتي لقطات، سولتي، شفتي مثلا معارف ديالك، يعني كتشوفي شنو اخر حاجه كاينه. ومن الاحسن تشوفي بزاف ديال الاختيارات باش انت من بعد كتحددي شنو هو الستايل ديالك او شنو هو النمط اللي كيعجبك وكترتاحي فيه. وكتكوني خديتي فكره على الشكل ديالو، على يعني كتسولي حتى الناس مثلا، اولا شفتي الاراء ديال الناس اللي ديجا جربوا داك الستيل اولا داك الشكل اولا داك اللون، سواء كما قلت لك في الصباغه ديال الحيوط، في الشكل مثلا ديال البلافون، سواء مثلا في الفراش. المهم اي حاجه تكون ديجا عندك فكره، خديتي فكره. والحمد لله اليوم راه في اليوتيوب راه كاين العديد ديال الفيديوهات، الناس كيشاركونا فيها يعني هكا التجارب ديالهم بالنسبه للديكور والصليح وحتى للاثاث. فمن الاحسن تكوني حددتي مزيان اشنا هو النمط او الستيل اللي بغيتي. كنصيحه من عندي، دائما خليك محايده في الاختيارات ديالك. الالوان تكون محايده بسيطه هاديه، هي اللي كتدوم وهي اللي كتبقى دارجه على الموضه فتره طويله، بحال الابيض والمشتقات ديال الابيض. يعني الابيض، البلوكاسي، الكريمي، الباج، هاد الالوان كامله راها ما غتمليش منها وكتبقى دارجه على الموضه مده طويله. وكيجي معاها اي حاجه زدتي معاها، يعني اي ديكور اي اكسسوارات زدتيها او ديكوراسيون زدتيها معاها كتوالمها وكتجي معاها زوينه وكتبقى راقيه في الشوفه وفي النظره. فمن الاحسن دائما ميلي لهاد الاختيارات ديال الالوان الهاديه. الابيض والمشتقات ديالو كيبقى ارقى ما كاين في الالوان صراحه بالنسبه للديكور هو الابيض. وكاين اللي دارج دابا على الموضه كذلك اللون الخشبي، سواء في الاثاث او لا في يعني لابياج مورال، التغليف ديال الحائط او الديكوراسيون اللي كتكون في الحائط. فالخشب صراحه شي حاجه اللي راقيه وزوينه بزاف، وتا هي كتبقى دارجه على الموضه مده طويله. ولكن ما فيها باس ان الانسان مثلا الا بانت لك بهذا النمط يعني صافي ولا متداول بزاف ومكرر بزاف، يعني داك التكرار تكرار تكرار، الواحد ممكن انه يغير او لا يبدل. مثلا في عوض ما ديري ابياج ميغال في اللون ديال الخشب العادي، ممكن ديريه في لون ابيض او لون كري بارد او لون كريمي، داك الباغداج مثلا. او لما ممكن تختاري ابياج ميغال من نوع اخر، مثلا بابي بان، مثلا الزاج او المرآة. فكيف ما كنعرفوا ابياج ميغال ديال ميغوار، يعني هكا تلبيس الحائط بالمرآة كيجي رائع بزاف، كيعطي مساحه كبيره وتا هو دارج على الموضه وزوين، ما غاديش تندمي عليه. غير هو دابا للاسف ولا مكلف بزاف،
مهم أنتِ كتختاري النمط اللي بغيتي وديك الإضافات اللي بغيتي تزيديها للمكان أو للفضاء ديالك. غير هو أهم نقطة أنك تكوني هادشي كله حددتيه مسبقا ووجدتيه مسبقا، يعني عارفة راسك شنو اختاريتي ووجدتي ليه كما قلت لكم الميزانية ديالو. فرجوعا للفيديو ديالنا او لا يعني النتيجه ديال الاصلاحات ديالنا، راكم شفتوا معايا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يعني حديث مغزل. انا كنعطيكم بعض النصائح اللي ممكن تعاونكم، وممكن يعني هذا الشيء راه الاغلبيه عارفوه، غير هو للتذكير فقط وللاشاره باش الواحد هكا يرد باله. فراه كنردوا بالنا حتى كنعياو وكنطيحوا في الاخطاء، عادي كتوقع. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كان هذا هو الشكل ديال الصالون ديالي. اختاريت انني نخدم صالون كما كنقولوا رومي عصري، ما درتش بلدي، لانه كما كنعرفوا البلدي تبارك الله صلان بيه راه هو واعر ولا يعلى عليه، ولكن كيتقام غالي بزاف بزاف بزاف، سيرتو الا مشينا لاخر ما كاين دابا. كيطيح غالي بزاف، لا في الخشب ديالو ولا في كله كيطلع غالي بزاف، مكلف بزاف. فالثمن اللي غادي يصايب ليا جوج صالونات غادي يصايب بيه غير واحد صغير. المهم اخواتي، هنا لقيت بان الفيديو صافي قرب يسالي. ان شاء الله راه مازال غنهضر لكم على التفاصيل وكيفاش تصايبت هاد الصالونات عند من، الا بغيتو كنتو مهتمين. نعطيكم ثاني بعض النصائح على الفراش او اختيار الاثاث. وإلا كان شي حاجه نسيتها خليوها في التعاليق، زيدوها باش نستافدوا من بعضياتنا هكا في التعاليق. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله، نكملوا فيه البقيه للحديث بقيه ان شاء الله باذن الله. وإلا كنتم مهتمين بالتفاصيل او لا اسئله، عندكم اي اسئله خليوها لي في التعاليق وان شاء الله نجاوبكم عليها ان شاء الله في القريب العاجل. خليتكم في امان الله، بسلامه.